أصعب ألم ممكن تاخده في حياتك مش اللي بيعلم على وشك، ده اللي بيفوقك على الحياة اللي كنت بتهرب منها. حور اللي كان لسانها بيسبق عقلها فجأة لسانها اتلجم، مش من الألم اللي خدته ولكن من الاسم اللي اترمى في وشها زي القنبلة. مازن عصام، ابن عمها اللي كان المفروض يكون السند، طلع هو نفسه اللي حبسها في اسطبل الخيل. تبدأ قصتنا مع مازن وهو شايل حور وبيجري بيها على العربية، وطار بسرعة على السرايا، والكل واقف مذهول ومش فاهم في ايه. والأم بلهفة: بنت حور، ايه ده؟ مالها يا مازن؟ حصل ايه؟ طمني يا ابني، مالها البنية؟ مازن بجمود: مفيش حاجة يا حسين. حسين: ايوه يا بيه، اطلب الدكتور بسرعة يا حسين. وبعد نص ساعة الأم بخوف: مالها يا دكتور؟ طمني، أنا أمها. الدكتور: اهدي يا ست الكل، مفيش حاجة تقلق، دي حالة عصبية مؤقتة، وشكلها شافت حاجة خوفتها أو اتحبست في مكان مهجور لوحدها فجالها حالة ذعر. الأم: أيوة فعلا بنتي كده من صغرها، طب ينفع أطمن عليها؟ الدكتور رد وقال لها: تمام بس مش كتير عشان لسه ما فاقتش، 10 دقايق كده إن شاء الله وتكون زي الفل، عن إذنكم. الكل اطمن عليها، وكان مازن واقف وحاسس بشوية شفقة ناحيتها، بس سرعان ما نفض الأفكار دي من دماغه وخرج بره السرايا وقعد قدام البحيرة في هدوء وسرحان. فلاش باك في خياله: مازن بزعيق: انت مين يا بت انت؟ ومين سمح لك تدخلي هنا؟ حور بغيظ: بت مين يا صايع؟ انت فاكر نفسك مين عشان تقول لي كده؟ والله لو رجلي اللي اتلوت كنت وريتك النجوم في عز الظهر. ابتسم وهو بيفتكر مناقفتها، وافتكر برضه لما صوتها اتغير وخافت. حور برعب: ارجوك خرجني من هنا، ارجوك انا بخاف من الضلمه. فلاش باك ونرجع للواقع. مازن بيهمس في نفسه: بنت مجنونه بس غريبه. وانتقل المشهد معانا لجوه الاوضه. حور فاقت وهي ماسكة دماغها من التعب. يوه، أنا فين؟ أديني نسيت كمان، هو ده وقت زهايمر؟ خرجت من الأوضة بالراحة وهي فاكرة إن كل ده نوم. خدت الجاكيت عشان الجو كان برد واتمشت بره السرايا وهي سرحانة. فلاش باك لحور وهي سرحانة: مازن، تعرفي لو لأنك بنت أنا كنت رزعتك قلم يقطع لسانك الطويل ده. فجأة انتبهت وشهقت: يا نهار أبيض، أنا إزاي قلت كده؟ إزاي حضنته؟ لا مستحيل. طب ومين اللي جابني هنا؟ إزاي عرف مكاني؟ حاجة غريبة فعلا. قعدت قدام المية وهي بتتنهد: مش عارفة هفضل غبية كده لحد امتى؟ المفروض على الأقل كنت فتحت نافوخ الرخم ده. المطر بدأ ينزل. نهدت بابتسامة ونسيت البرد تماما. أوه، أنا كده هتلج وهتعب، أنا لازم أشد حيلي عشان فرح ليلى. يا رب اليومين دول يعدوا على خير وما أشوفش البغل ده تاني. صوت مازن من وراها: أنت مش هتبطلي لسانك الطويل ده؟ نطت من مكانها وبصت لوراها وكانت هتقع في المية لولا إنه لحقها وشدها بسرعة. سكتوا هما الاتنين ونظراتهم كانت مليانة كلام رغم المطر والبرد، وهي بتبص له برعب وهو بيبص لها بحيرة، مش فاهم البنت دي عملت فيه ايه. وبعد ثواني بعدت عنه وهي بترتعش من البرد. لازم بهدوء: ايه اللي منزلك في الجو ده؟ انت مش عارفة انك تعبانة؟ حور بغيظ: ومين سبب تعبي ده؟ البركة فيك. مازن باستفزاز: هو انا اللي قلت لك انزلي دلوقتي؟ حور: انت هتستعبط يا جدع انت، وبعدين اللي جابك هنا؟ يا بجحتك يا اخي. مازن بنبرة تحذير: لم لسانك وصوتك ما يعلاش تاني، فاهمة؟ حور: اسمع يا دي انت، باين عليك شايف نفسك قوي، لو فاكر انك عشان هددتني وحبستني في اسطبل الخير بتاعك تبقى غلطان. لا انا ليا اهل يعملوا منك سلطه، فاهم؟ قرب منها وبغضب وهي رجعت لورا وبخوف. مازن بيتوعد لها: لو فاكره عشان سكتلك يبقى غلبان تبقى غلطانه، انا ممكن اخليك تكرهي اليوم اللي رجلك خطت فيه هنا. حور بتحدي مهزوز: انت انت فاكر انك ممكن تخوفني مثلا؟ اذن وهو بيقرب منها اكتر: تحب تشوفي؟ بلعت ريقها بخوف بس عينيها كانت تايهه في عينيه. كانت حاسه بدفء غريب مش عارفه مصدره ايه. هو كمان ابتسم لما شاف خوفها وحس انها اغرب واحده شافها في حياته. صوت الرعد قطع اللحظه دي. حور انتفضت من الخوف ومازن قال لها: يلا ادخلي جوه عشان ما تتعبيش اكتر. حور: مالكش دعوه بيا وخليك في حالك. مازن بغيظ: انت ليه عنيده كده؟ حور: انا كده ومالكش دعوه انت. راح ماسك ايديها بسرعه وشدها على السرايا وهي بتصوت: سيب ايدي، انا بقول لك سيبها. شدها من ايدها ودخلها السرايا والكل صحي على صوتها وهي بتعيط وبتزعق. حور: انت من سمح لك تعمل كده؟ انت انسان مهزأ ومش محترم، فاكر نفسك مين عشان تجرجرني وراك زي البهيمه وتدخل بيوت الناس بالشكل ده؟ الكل واقف مذهول، وامها واخوها بيبصوا لها بصدمه. الام: حور انت بتعملي ايه؟ حور: استني يا ماما، انت مش عارفه حاجه، ده واحد مش محترم وانا هعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس. الام: انت بتقولي ايه يا بنت؟ عيب كده. حور: العيب ان الشخص ده متكبر ومغرور وانتوا ازاي ساكتين له؟ اطردوه بره. مازن بص لامها: بنتك دي باين عليها اتجننت يا امي. حور: انا ما اتجننتش، انا عاقله جدا، يعني ايه سامحين لواحد زيك؟ وهنا القلم نزل على وشها سكتها تماما. الكل اتصدم وهي دموعها نزلت. دي اول مره حد يمد ايده عليها. مازن وبغضب وعينيه حمرا
وهو ماسك دراعها بقوة. مازن عصام ما يتهزقش من بنت زيك. انت سامعة؟ فتحت عينها على الآخر من الصدمة. قرب الدمع. يعني ايه؟ يعني انت ابن عمي؟